بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مرحبا بكم خياتي، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم بخير ومهنيين. خياتي في لا فيديو تاع اليوم رايحين نخدموا مع بعض حرشة تجي بنينة بزاف بزاف، ونخدموها في وقت قصير وتخدموها بمقادير بسيطة موجودة في كل بيت. تخدموها لوليداتكم يفطروا بها، تحضروها في 10 دقائق تكون واجدة وزيد تجيكم بنينة بزاف ولا تشربوا بها قهوة العصر. وتاني راح نعطيكم واحد التدبيره خياتي باه تغسلوا الريدوات تاعكم في لا ماشينه لافي، ما يفسدوا لكمش لي رونديل هادو تاعهم. انا كل مره نغسل فيها الريدو في الماشينه يفسدوا لي هادو. مي لقيت واحد التدبيره هايله جربتها نجحت معايا، حبيت نوريها لخواتاتي هما تاني يستفيدوا من التدبيره هذه. ما تنسوناش خياتي بالجيم والابوني. وهنا راح نوري لكم المقادير تاع الحرشه تاعنا اللي نوجدوها في 10 دقائق. هنا عندي حبه بيض، ساشي تاع خميره كيميائيه، كاس حليب، نص كاس سكر، نص كاس زيت، وزوج كيسان سميد يكون رقيق، ولافاني. نحطو الحبه تاع البيض، نضيفو لها ملعقه تاع لافاني باه نسمو الحرشه تاعنا. نضيفو لها شويه على راس المغرفه تاع الملح، نضيفو الكاس تاع نص كاس تاع السكر، ولا تحبوا تضيفوا ملعقه تاع العسل تكون كبيره. نخلطوا المكونات تاعنا مليح، نخلطوا شويه هنا حتى يذوب لنا السكر هذاك، على خاطر هذا هو سكر عادي. الحبيبات تاعو شويه خشن، لازم نبقاو نخلطوا حتى يذوبوا. ونبداو نضيفوا في الزيت. حطيت شويه نص تاع الزيت برك، راح نكمل الباقي. هنا الكاس الزيت راهو نص كاس زيت. كملت الزيت هنا، درك نخلطو مليح مع المكونات الاولين هادوك. هنا الخليط تاعي هو بياض. هنا نجيبو نزيدو نضيفو الكاس تاع الحليب. كما راكم تشوفوا خياتي مكوناتها بسيطه والبنه تجي هايله وتوجد في وقت قصير، ما تديلكمش الوقت خلاص. واكيد راح تعجب وليداتكم على خاطر الاولاد كامل يحبوا الحلويات، اي حاجه حلوه راهم يحبوها. نضيفو الكاس الاول تاع السميد ونزيدو الكاس الثاني، والسميد هنا خياتي لازم يكون رطب. ونضيفو الساشي تاع الخميره الكيميائيه. الخميره خياتي ما تكتروش بزاف، لخاطر كون تطلع لكم بعد كي تجيو تنحيوها تتشق وتتفتت. نخلطوا المكونات تاعنا مليح، نخلطوا السميد هذاك مليح مع السوائل. بعد ما نخلطو خياتي نخليوه واحد الخمس دقائق ولا 10 دقائق يرتاح حتى يشرب مليح. وجبت خياتي المقله تاعي اللي كنت دهنتها بالزبده مليح ورشيت عليها شويه سميد، ونفرغ فيها الخليط تاعي هذاك اللي وجدت. نفرغوه كامل. كما شفتوا خياتي وصفة سهلة وتوجد بالخف. نعدلها بالملعقة، نزيد نحرك المقلة مليح مع الخليط هذاك يجي متساوي في المقلة، ما تجيش جهة طالعة وجهة هابطة. وندي نحطها فوق النار. وهنا النار خياتي نقصولها خلاص، نغطي عليها ونخليها طيب. وهنا خياتي بعد ما فاتوا واحد 10 دقائق، شوفوا هنا الحواف تاعها كيفاه بداو يتحمروا. هنا نعرفوا بلي طابت من تحت. وهنا خياتي كي حركتها باينه بلي ما هيش لاصقه. نجيب بلاطو كيما هاك ونفرغها فيه بالطريقه هذيك اللي شفتوها. وهنا خياتي كي ترجعوا الحرشه المقله على الكوتي التحتاني، ما تعاودوش تدهنوا المقله بالزبده على خاطر الحرشه تاعنا راهي طايبه، تدينا اللون الذهبي برك ونحيوها.
نزيدو نخليوها واحد 3 دقايق 4 طيب لنا من تحت، ونحيوها ونوريها لكم في طبق تقديم. وهذه هي خياتي الحرشة تاعنا بعد ما طابت، جا الشكل تاعها حميمة هايل. انني قريب تحرقت لي، نتوما تخليوهاش تطول باه ما تحرق لكمش. وهنا راح نضيف لها شويه تاع العسل، ولا تقدروا تضيفوا لها شويه كونفيتور، واللي ما يحبوش الحلاوه بزاف ما يضيفولهاش. وهذه هي خياتي الحرشة تاعنا بعد ما قسمناها. شوفوا الشكل تاعها كيفاه جات ما شاء الله حميمه راه هايله. وانتم اذا كان ما تحبوهاش طايبه بزاف ما تخليوهاش حتى يولي اللون تاعها بالطريقه بالشكل هذا. ما تطولوش عليها، خليوها 10 دقائق قد ما تزيدولهاش. شوفوا هنا الشكل تاعها. نتمنى خياتي تكون الحرشة تاعنا والوصفة تاعنا تاع اليوم تكون نالت إعجابكم، ونروحوا للتدبيرة تاعنا اللي قلت لكم عليها في البداية. هنا خياتي أنا متعودة نغسل لي ريدو تاعي في لا ماشين لافي، مي هذوك لي رونديل تاع الريدو هذوك اللي نلصقوهم به هذوك كل مرة يفسدوا لي. شحال من ريدو فسد لي، مي لقيت التدبيرة هذه في اليوتيوب وعجبتني، جربتها. الريدو هذا بعد غسلته بالطريقة هذه اللي راح نوري لكم. آه، تشوفوا كيفاه تخدموا، تلموا لي روندال هذوك كامل، وتجيبوا ساشي تكون تاع القماش، والله ماشي شرط الساشي، المهم يكون لابغا مورسو تاع قماش هكذا، وتلفوه على لي روندال هذا. شوفوا انا واش استعملت، ما على باليش انا هذه واش شريت فيها. استعملت هذه الساشي هذه تاع القماش مش تاع البلاستيك. اكيد لازم تكون تدخل الماء كي تكون تغسل، يفوت الماء والصابون يفوت للريدو هذاك من فوق. نحط لي رونديل هذوك لداخل بالطريقه هذه. المهم أنا استعملتها عجبتني والله العظيم. الريدو هذا بعد غسلته بنفس الطريقة هذه اللي راني نوري لكم. كي نجحت معايا التدبيرة هذه حبيت نفيد خواتاتي هما تاني يخدموها يجربوها. ونلف عليها نجيبو أي لاستيك هكذا ونحكمو به الساشي هذيك مليح بالطريقة هذه باكي نحطوه في الماشينة وتبدا الدور ما يتفتحش وما يتنحاش الساشي هذيك من فوق لي رونديل تاع الريدو. نحكموها مليح ونحطو الريدو تاعنا في لا ماشينة لافي ونغسلوه وما يصرالو والو. نتمنى خياتي نكون افدتكم بالتدبيره هذه وتكون الحرشه تاعي اللي طيبتها معكم عجبتكم، وتديروا لنا جيم وابوني، والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.